مفيش نزيف، مفيش نوع من الضيق في مجرى البول، ان احنا ده الاجراء الوحيد اللي بيجرى من خارج مجرى البول، وده شيء مهم جدا جدا جدا. علاج تضخم البروستاتا بالاشعه التداخليه بدون جراحه شيء جميل وعليه اقبال، وفي اوروبا وفي مصر كمان اصبح شيء يعني الناس بتقبل عليه، ولو انه محتاج شويه تنشيط كمان. في مزايا كتير قوي زي ما قلت، بيتفادى كل عيوب الجراحه. يعني اولا بيتعمل بمخدر موضعي. يعني ايه؟ الناس الكبار السن، وطبعا البروستاتا بتيجي لكبار السن، اللي عنده القلب، اللي ما يقدرش يتبنج، اللي عنده مشاكل في التهابات في اماكن اخرى، هذه في كل الحاجات دي كلها ممكن قوي انك بتعمل بمخدر موضعي مش مخدر عام. الحاجه الثانيه مفيش اقامه في المستشفى، بتعمل وتروح في نفس اليوم، فانا عايز اقول دي نوع من الانجاز برضه. الحاجه الثالثه ان الاعراض الجانبيه قليله جدا، كل اللي بيحصل انك بعد الحقن في نفس اليوم ويمد يوم او يومين بعديه بتحس بتقل تحت، تحس زي ويبقى البول بيحرق شويه زي ما يكون حاجه مجلوطه كده، ودي بتستمر يوم او يومين بالكتير وبعد كده بتروح. مفيش نزيف، مفيش نوع من الضيق في مجرى البول، ان احنا ده الاجراء الوحيد اللي بيجرى من خارج مجرى البول، وده شيء مهم جدا جدا جدا، ولذلك الاقبال عليه زاد في الفترات الاخيره. الحاجه الثانيه ان هو ممكن اجراؤه في كل سن، وممكن اجراؤه لاحجام كبيره، اللي احنا عارفين الجراحات بتحب احجام ما تزيدش عن 80 جرام 90 جرام، لا احنا عندنا عينين عمل عندهم 120 و150 جرام ويمكن اكتر كمان، وفي اي سن ممكن تتعمل خلاص. ولذلك اللي بتقدمه الاشعه التداخليه في هذا المجال شيء مفيد واضافه للمتاح. صحيح ان نتائجه مش مبهره زي الجراحه اول ما بتعمل تاني يوم بتتدفق كالنهر، حاجه خرطوم بيشتغل، لكن احنا بالنسبه لنا بالتدريج حبه حبه بيتحسن الوقت والاندفاع بيتحسن، لكن مش بنفس درجه اندفاع الجراحه. الفرق بينهم لازم نقوله، لكن اذا بصينا في المزايا والعيوب نجد ان حتى لو كان في بعض المؤاخذات على التدخل بالقسطره التداخليه العلاجيه، لكن في نفس الوقت المنافع اكثر كثيرا من المساوئ اللي احنا ممكن نتكلم عليها. مضاعفات كبيره مفيش، واتمنى ان يعني اي حد بيبقى عنده بروستاتا قبل ما يفكر يعمل الجراحه يعرض نفسه على الاشعه التداخليه علشان يشوف هل في امكانيه لعملها بدون جراحه ولا لا. الفرق كبير قوي قوي.